عمرك وقفت قدام المراية ولقيت نفسك بتزعق لواحد مش موجود؟ أو قعدت على السرير قبل ما تنام ب5 دقايق وفجأة لقيت الساعة 4 الصبح وانت لسه بتصالح خطيبتك اللي سبتوا بعض من 5 سنين؟ أو بتستلم جايزة الأوسكار وبتقول خطبة مؤثرة بتبكي فيها الملايين مع انك اصلا بتخاف تطلب حاجة من السوبر ماركت انه يزود لك كيس كاتشب؟ أهلا بيك يا صديقي في كوكب جوسكا. لا ده مش اسم كوكب في الفضاء ولا نوع شوكولاتة مستورد، دي متلازمة اسمها متلازمة جوسكا. يعني ببساطة المحادثة الافتراضية المستمرة داخل عقلك، السلك القومي اللي شغال جوه دماغك 24 ساعة في ال24 ساعة، ومن غير ما تذاكر أو تشتغل أو تعمل حاجة مفيدة في يومك. وقبل ما دماغك تسرح دلوقتي وتعمل حوار افتراضي معايا وتقولي أنا مش مجنون على فكرة، انزل بسرعة اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان الحفلة اللي في نافوخنا دي لسه مطولة، وعلشان يوصلك كل جديد من كوكبنا. يلا بينا نغوص جوه الحكاية. الموضوع بيبدأ تافه جدا، تكون ماشي في الشارع واحد يخبط فيك ما يعتذرش، او بياع السوبر ماركت يرد عليك كده بنشوز وقلة ذوق، انت تعدي الموقف عادي. في الحقيقة وعلى أرض الواقع عشان انت إنسان متحضر مسالم ما بتسحبش مطاوي في الشارع، لكن جوزك اللي جواك ما بتعديش. تدخل البيت تقلع الشوز ترمي مفاتيحك، تبدأ المعركة العالمية التالتة. نافوخك بقى بيعمل إعادة تحميل وإيرور للمشهد، بس المرة دي انت مش شخص المسالم الغلبان، المرة دي انت جون سينا، ميكس كده أحمد السقا على أحمد عز كده في أفلام الأكشن. تبدأ تتخيل بقى نفسك وانت بتمسكه كده من اليأت وتقوله انت مش عارف أنا مين، هو يعيط ويقولك حرمت يا باشا خلاص، تفضل ترد عليه بردود قوية مفحمة جامدة جدا، ردود قاطعة للأعناق عمرك في حياتك ما عرفت تقولها اساسا. في الحقيقة انت بتتنح كده في الواحد وتقوله خلاص حصل خير يا فندم، لكن جوه دماغك انت المتحدث الرسمي الاعلامي باسم قصف الجبهات العالمي. المضحك بقى والمرعب في نفس الوقت ان انت وانت عايش الدور ده في دماغك ملامح وشك بتتأثر باللي بيحصل جوه. يعني تلاقي نفسك فجأة واقف في المطبخ بتعمل شاي أو بتعمل القهوة تبرق الحيطة كده بغل، أو تبتسم ابتسامة خبث بقى وشر، أو بتعمل حركة حماسية بإيدك في الهوا تضرب بوكس في الفراغ، واللي يشوفك من أهل بيتك أو أي حد كده معدي وانت في الحالة دي يقول الراجل ده اتجنن خلاص عليه عفريت وشغال بالبركة. طب بذمتك كم مرة قفشت نفسك بتعمل الحركة دي؟ ولو حصلت معاك قبل كده اعمل شير الفيديو ده فورا لاصحابك اللي بتقفشهم بيكلموا نفسهم علشان يعرفوا انهم مش لوحدهم في المصحة النفسية دي. الموضوع ده ما بيقفش عند الخناقات بس، لا ده بيمتد للمستقبل والمشاريع والأحلام. تقعد مع نفسك كده خطرت في بالك فكرة مشروع صغير جدا، فجأة جوزك بقى تستلم من الفكرة ده المندوب بقى بتاعك، في خلال 10 دقايق بالظبط جوه دماغك انت بتفتح المشروع انت بتكبره، تفتح فرع في دبي فرع في نيويورك، وبتقعد في برنامج شارك تانك ترفض عروض بالملايين وتفتري كمان على المستثمرين، وبتتخيل المذيع هو بيسألك ايه سر نجاحك يا فندم، وانت كده بتعدل الجاكيت وبتقوله بنبرة عميقة بدأت من تحت الصفر، كنت بشتري كيس الشيبسي وببيعه ب2 جنيه، وتعيش اللحظة وتتأثر وتطلع من الحوار الافتراضي ده تلاقي نفسك لسه مفيش في جيبك غير ال20 جنيه دي والمحفظة شوية كده هتطلع فراشات، ومحتاج بقى ومحتار تجيب بيهم كشري ولا طعمية. أو البنات مثلا تقعد تتخيل سيناريو كامل لقصة حب وإعجاب مع شخص شافته مرة واحدة بس في المواصلات، تتخيل بقى إنهم اتقابلوا تاني صدفة وتعرفوا وحبوا بعض وأهلهم ورفضوا، وهي عندت وعملوا فرح أسطوري وخلفوا بنت وولد وسموهم زين وفريدة، وفجأة تكتشف بقى إن محطتها جت ولازم تنزل من الميكروباص وتودع عيالها وجوزها الافتراضيين اللي في نافوخها وتنزل تجري ورا أكل عيشها أو ورا جامعتها أو مدرستها. أليس هذا قمة الكوميديا السوداء يا جماعة؟ بس خلينا نكون صادقين مع بعض ونشيل قناع الضحك ده شوية وقناع الهزار. السيرك ده ساعات بيتحول لسرداب عزا ملوش آخر وضلمة بتخنق الروح. جوسكا دي في الحقيقة هي المكان اللي بنهرب منه من عجزنا. في الواقع لما بنقعد أو بنفقد حد غالي علينا، حد مشي وسابنا بإرادته، أو حد الموت خطفه منا،
فجأة قبل ما نشبع منه، قبل ما نقوله بنحبك، بندخل جوه دماغنا علشان نكمل اللي معرفناش نحققه في الواقع. بنخترع حوارات كاملة معاه، بنقعد بالساعات نتخيل انه قاعد على الكرسي قدامنا، بنقوله كلام كان نفسنا نقوله كسلنا او خفنا، بنعاتبه على غيابه، بنقوله وحشتنا، الدنيا من بعدك وحشة مفيهاش طعم. بنسمع رده اللي احنا برضه بنألفه وبنفسره على مزاجنا علشان نطفي النور وراجع جوانا. السينما اللي جوا دماغنا دي بتبقى هي الملجأ الوحيد لما الواقع يبقى بارد قاسي مفهوش حد بيسمع أو مفهوش حد مهتم يفتح قلبه ليك. بنقعد نعاتب ناس ظلمونا وكسروا خاطرنا، ندافع عن نفسنا قدام قضاة وهميين، نقول أنا كنت الصح انتوا اللي جيتوا عليا. كل ده علشان نداري الحتة المكسورة اللي جوانا، حتة حاسة بالوحدة القاتلة، الخوف من إننا نكون مش كفاية أو مش مسموعين في نظر اللي بنحبهم. السكوت اللي بره بيبقى وراه دوشة صريخ ما بيخلصش، دوشة بتخليك تحس إن أنت تعبان هلكان صاحي من النوم كأنك كنت بتهد جبل شايل الصخور على كتفك وانت أصلا ما اتحركتش من سريرك ولا غطاك بتقلب حتى. عقلك استهلك كل الطاقة المرعبة دي في حروب وهمية مع طواحين الهوا. الأصعب من ده كله لما تقعد تحاكم نفسك على غلطة عملتها سنين. جوزكا تجيب لك مشهد قديم من سنة 2018 مثلا، تقولك تعال نشوف انت غلطت في ايه، وتبدأ تعدل في المشهد ده. لو كنت قلت الكلمة دي مكان دي، لو كنت رحت المشوار ده، لو كنت وافقت على الفرصة دي، وتدخل بقى في دوامة اللي بتفتح عمل الشيطان وعمل اكتئاب، تفضل تبكي على لبن مسكوب في خيالك. الواقع بيجري من جنبك وانت واقف مكانك مش قادر تتحرك، ناس بتجري وناس بتكبر وناس بتوصل. إذا كنت حاسس بالكلام ده لمس قلبك فما تنساش تدعم المحتوى بلايك واشتراك عشان عرفنا نكبر ونقدر نوصل لكل قلب حزين مكسور محتاج يحس ان هو مش لوحده في الدنيا وان هو مش مجنون اصلا. مش مجانين احنا بنهرب من عجزنا في الواقع. طيب هنفضل كده؟ هنفضل نقضي عمرنا كله كده؟ سألت نفسك؟ مخرجين مؤلفين ممثلين مشاهير في أفلام سينما ما بتتعرضش غير في نافوخنا بس، وفي الضلمة لأ طبعا مستحيل. ايه الوسكة دي؟ زي ما هي متعبة وبتسحب طاقتك، هي برضو القوة الخارقة السرية بتاعتك اللي ربنا ميزك بيها. عارف ليه؟ لأن الخيال الخاص بالمرعب ده معناه حاجة واحدة بس، إنك شخص مبدع، روحك حية وجواك طاقة مشاعر تكفي كوكب بحاله. انت مش شخص بليد ولا ميت الإحساس، انت كتلة من الإبداع والذكاء. طب هتقولي ازاي؟ هقولك. الشخص اللي بيعرف يألف سيناريوهات العبقرية دي كلها ويقصف الجبهات ويخطط لمشاريع في ثواني، هو شخص يقدر يحول كل الكلام ده لواقع ملموس في النور. الفرح الحقيقي بيبدأ لما تاخد قرار شجاع انك تاخد الردود الذكية والشجاعة اللي بتقولها لنفسك في الضلمة ومحدش يعرف اي حاجة عنها، وتبدأ تنفذها في النور مع البشر. لما تبدأ تحب نفسك في الحقيقة، تحترمها وتديها قيمتها زي ما بتوصفها وتخليها بطلة في خيالك. يا سيدي اعتبر دماغك دي غرفة البروفا، مش دايما الممثلين بيبقى ليهم بروفات قبل المشهد؟ اهو انت خلي دماغك كده البروفا الإلهية اللي بتجهزك للمسرح الكبير والوحيد اللي بيلهمنا، مسرح الحياة الواقعية. اتخيل نفسك ناجح، اتخيل نفسك بتضحك من قلبك، اتخيل نفسك وانت بتعدي الأزمة المادية أو العاطفية أو الدراسية اللي انت فيها دلوقتي. عيش الفرحة جوا دماغك بكل تفاصيلها وبكل ألوانها وبكل أصواتها لحد ما عقلك الباطن يصدقها، جسمك يتحمس من جوه ويتحرك ويقوم يبنيها في الحقيقة خطوة بخطوة. وفي النهاية يا صديقي ما تزعلش من الدوشة اللي في دماغك دي وما تخافش منها، ده مش جنان، دي علامة ان انت لسه بتعافر، لسه عايز تكون احسن، لسه عندك طاقة وكلام كتير عايز تقول للعالم. بس افتكر دايما وحطها حلقة في ودنك، ما تسرحش جوه الفيلم وتنسى تعيش حياتك برا الشاشة. الخيال معمول علشان يجمل الواقع، ولو بطلنا نحلم نموت، مش عشان يدينا مبرر نهرب منه. دلوقتي جه دورك تطلع من خيالك للواقع وتشاركني وقولي بصراحة في الكومنتات ايه اخر حوار دار بينك وبين نفسك في مؤتمر نافوخك السري، ومين الشخص بقى اللي انت كسبت جبهته في خيالك النهاردة. وقولولي ايه الخيالات اللي جت في دماغكم النهاردة. وما تنساش قبل ما تقفل الفيديو تعمل اللايك المتين بتاعك وتعمل شير في كل الجروبات وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد منا وأسراركم ومؤتمراتكم السرية دايما هنا في أمان في كوكبنا. أشوفكم في خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.